لو حابب تتفرج على ملخص اول حلقتين هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. الراجل لسه ما اتدفنش وكل اللي حواليه بيفكروا في مصلحتهم. اخو الملك جاي يعزي عشان يزودوله المصروف، ومرات الملك عشان تنتقم منه تمنع عنه المصروف، وجوز الست كل اللي همه اسمه عيلته يبقى هو اسم العيلة المالكة، واخت الملكة ما بتفكرش في اي حاجة غير في عشقها. نبدأ بديفيد اخو الملك. ديفيد ده اصلا كان الملك في الاول لانه الكبير، بس كان بيحب واحدة مطلقة 3 مرات، وعشان كده العيلة المالكة قالت له يا الحكم يا الست دي. قال لهم لا، الست دي طبعا، لانه كان بيعشقها عشق ويتمنى لها رضا ترضى، وتنازل عن الحكم لاخوه الصغير جورج مقابل انه يبعد عن انجلترا خالص وياخد مصروف سنوي. بس من ساعتها وامه وكل العيلة المالكة اعتبرته جبان وخاين وانه مش قد المسؤولية، ومرات اخوه اعتبرته انه هو اللي قتل جوزها لما تنزله عن الحكم، فعشان كده انتقمت منه ومنعت عنه المصروف اللي كان بياخده، وهو اصلا كان جاي يطالب بزيادة المصروف ده. بس الوضع بينه وبين مرات اخوه ما كانش احسن حاجة. اما بقى جوز الست الامير فيليب كان نفسه ومنى عينه عياله يشيلوا اسمه، بس الاهم من ده ان مراته تشيل اسمه ويبقى اسم عيلته هو اسم العيلة المالكة. بس ده كان صعب حبتين وهو عارف كده، لانه اصلا مش مواطن انجليزي، ده خد الجنسية الانجليزية عشان يتجوزها. يبقى ازاي العيلة المالكة تبقى باسم واحد مش انجليزي؟ بس هو بيعمل كده عشان يحطها قدام الامر الواقع ويحسسها انها مقصرة معاه. لا وكمان خد فلوس قد كده من ميزانية الدولة وقعد يجدد في قصر كلايرنس على اساس هو ده يبقى البيت بتاعهم، مع ان معروفة ان قصر باكنجهام هو القصر اللي بتقعد فيه الاسرة المالكة. واصر ان اليزابيث تطلب كده من تشرشل رئيس الوزراء. تشرشل كمان اللي اجل تتويج الملكة لمدة 18 شهر عشان يستغل الفترة دي انه يقعد في الحكم، لان حزبه مبقاش طايقه وعايزين يعزلوه ويحطوا حد مكانه. بس هو اتحجج بموضوع التتويج ده لان محدش هيقدر يعزله من منصبه الا بعد ما الملكة ما تتوج رسميا. والملكة فهمت اللعبة، وعشان كده ساومت تشرشل وقالت له انا هوافق على تأجيل التتويج عشان تفضل في رئاسة الوزراء اطول فترة ممكنة، بس في نفس الوقت تقنع باقي الوزراء ان اسم العيلة المالكة يبقى باسم جوزي، وكمان تقول لهم اننا هنقعد في قصر كلاينز مش قصر باكنجهام. فطبعا تشرشل لما عرض الموضوعين دول على الوزراء ما وافقوش لان ده هيزعزع استقرار المملكة. فعشان كده تشرشل لجأ لديفيد عم إليزابيث يمكن يقدر يقنعها، وفي نفس الوقت ديفيد عمها مش بيعمل حاجة لله في لله، هو طلب من تشرشل انه يرجع مصروفه زي ما هو ولو في زيادة يبقى خير وبركة. فاتفقوا فعلا على كده، وراح ديفيد وفتح قلبه لإليزابيث اللي استريحت معاه في الكلام وخدت بنصيحته لما قال لها ان اسم العيلة المالكة لازم يفضل زي ما هو، وكمان لازم الأسرة المالكة تقعد في قصر باكنجهام. يمكن دي حاجة ما تبقيش حباها، بس لما بتبقي في الحكم ساعات بتضطري تعملي حاجات مش حباها. واقتنعت إليزابيث بكلام عمها وجت تقول الكلام ده لفيليب اللي كان داخل يقول لها انا قررت اتعلم الطيران، اصلي فاضي حبتين مفيش حاجة اعملها. ولما إليزابيث قالت له على موضوع الاسم وموضوع القصر كمان قال لها انا ما شفتش كده في الدنيا، انتي سلبتي مني اسمي وسلبتي مني شغلي وسلبتي مني بيتي، فاضل لي ايه تاني في الدنيا دي؟ وقام سابها ومشي. الست هانت بقى مارجريت سايبة كل اللي بيحصل ده وفرحانة مع عشيقها بيتر عشان مراته سابت له البيت ومشيت، ومارجريت قالت له طلقها عشان نتجوز انا وانت، وكانت بتعمل هي وهو حاجات في القصر ما ينفعش تتعمل، ولو حد خد باله منها هتبقى فضيحة كبيرة. وفي مرة كان فيليب هيطب عليهم بس لحقت استخبت في اخر لحظة، وفيليب شاف بوك حيمي على المكتب بس معرفش هو بوك مين، لو كان عارف بقى كانت هتبقى مصيبة سودا. وبعد ما فيليب خرج طلعت مارجريت وقعدت تضحك، وبعد كده راحوا كلهم يدفنوا الملك جورج، وده الشخص الوحيد اللي مستريح في العيلة دي. فيليب بقى حاول انه يبعد نفسه عن السياسة ويروح يتعلم الطيران، وبيتر هو اللي كان بيعلمه. وبعد ما الدنيا هديت كده وبالظبط في يوم 4 ديسمبر 1952
هيئة الأرصاد الجوية البريطانية لاحظت وبالتحديد على مدينة لندن إن الطقس هيبقى سيء جدا اليومين دول، وده يرجع لأن نسبة التلوث عالية جدا، واللي جاية من نسبة الدخان اللي مالية المدينة اللي طالعة من مصانع ومحطات الطاقة، وكمان الفحم اللي بيتحرق ده كله خلى ثاني أكسيد الكربون يملى الجو. وهيئة الأرصاد الجوية بعتت جواب بتحذر فيه الحكومة، وتشرشل قرا الجواب بس ما ادالهوش أي اهتمام، لأنه شايف إن في حاجات تانية كتير أهم من شوية تغيرات في الجو. بس اللي حصل كان عكس كده تماما، وتاني يوم بالظبط لندن كلها بقت متغطية بالضباب، ومش مجرد ضباب عادي، ده ضباب أدى إلى توقف الحياة كلها، مش بس توقف المواصلات، لأن مستوى الرؤية لا يتعدى 1 متر، يعني تبقى ماشي في الشارع مش شايف قدامك مسافة متر. وبرضه تشرشل كان شايف إن ده مجرد طقس وهيعدي. وفي اجتماعه مع الملكة إليزابيث كان بيكلمها عن مصر وإنهم لازم يفرضوا سيطرتهم على قناة السويس قدام المواطنين اللي رافضين احتلالهم. والملكة بتقوله طب وبالنسبة للضباب اللي مالي المدينة ده ولا انت اتعميت؟ قام تشرشل قال لها شوف الولية بكلمها في ايه وهي بتكلمني في ايه؟ بكلمك في قناة السويس تكلميني في شوية ضباب؟ هعمل ايه انا الام الضباب ده؟ هقف فوق السطح وانفخ فيه؟ قالت له مش القصد، بس فيليب متضايق عشان ما بقاش يطير. قال لها هيطير يروح فين؟ قالت له لا ده بيتعلم الطيران، هواية جديدة وهو يعمل اي حاجة في حياته. قال لها ده اهدار مال عام يا فندم، ده لازم الحكومة توافق على العبث اللي بيحصل ده. وكان متنافس جدا. بس أزمة الضباب زادت عن حدها لدرجة إن المستشفيات اتملت بالمصابين، واللي ماتوا كانوا كتير جدا، وكمان الحوادث كتير جدا، لدرجة إن الناس بقت تقول إن القتلى من الضباب أكتر بكتير من القتلى من الحرب العالمية. ولما حاول أعضاء الحزب يتكلموا مع تشرشل عشان يوصلوا لحل لأزمة الضباب وعشان كمان يحاولوا يهدوا الناس شوية، تشرشل قال لهم بطلوا هبل، احنا عندنا مشاكل أهم بكتير، زي إن الأمير فيليب قاعد بيتعلم الطيران ويلعب والبلد بتفلس. فوصل للملكة الخبر ده إن تشرشل مش مهتم بالضباب قد ما مهتم بموضوع إن جوزها بيتعلم الطيران. وكمان جالها خبر ان المعارضة عايزة تقدم طلب بسحب الثقة من تشرشل، وفي شبه اجماع على كده، والمعارضة بتطلب منها انها تتدخل بشكل رسمي في انها تطلب من تشرشل بشكل شخصي انه يستقيل من منصبه. فبقت الملكة في حيرة من امرها، طلبت رأي تومي المساعد بتاعها، وتومي قال لها لما الملك جورج كان عايش مرضيش يتدخل في حاجة زي كده عشان ما يخالفش الدستور ولا التقاليد، بس دلوقتي الوضع غير والبلد محتاجة تدخل منك. فالملكة خدت قرارها انها هتخلي تشرشل يستقيل. في نفس الوقت ده تشرشل كان يروح المستشفى لان السكرتيرة بتاعته اتوبيس خبطها وماتت، وتشرشل استغل الموقف ده وخلى الصحفيين تصوروا، وطلع قال لهم انه هيزود المستشفيات بالاموال والمعدات اللازمة، وكمان هيحاولوا يحلوا الأزمة دي في أسرع وقت ممكن. ومش بس كده، ده كمان هيفتح تحقيق يعرف منه ايه أسباب الأزمة دي، وكمان عشان يتفادوها في المستقبل. ونزلت الجرايد، وتاني يوم كان رايح تشرشل يقابل الملكة، والملكة كانت مفروضة تخليه يستقيل، بس لقت الجرايد كلها كاتبة عنه انه رجل الأزمات، وانه الوحيد من المسؤولين اللي راح المستشفى، فبقى في نظر الشعب هو بطل الأمة، فلو خليته يستقيل مش هيبقى شيء منطقي خالص. وكمان قبل ما يخش لها المكتب على طول الشمس طلعت والضباب بدأ يختفي، فالملكة ما كانش قدامها حل غير انها تقوله على اي حاجة تانية، بس في نفس الوقت هي اتكلمت معاه بكل دبلوماسية وخليته يشيل فيليب من دماغه ويخليه يتعلم الطيران زي ما هو عايز. وبكده تكون خلصت الحلقة الرابعة، وبجد بجد شابوه لكل القائمين على هذا العمل الممتع. وبيخلص الفيديو على كده، فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتضربني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.